الفيديو ده هنقل لك فيه تجربتي عن تربية رياضية بعد 4 سنين تعليم وسنة تخرج، وهقول لك على كل حاجة تخص الكلية وكل التريكات اللي هتحتاجها في سوق العمل دلوقتي. قصتي بدأت في ثانوية عامة لما عرفت كلية التربية الرياضية من المدرس بتاع الرياضة بتاعي، عشان أنا كنت علم رياضة، والمدرس بتاعي لما لقاني هحول من علم رياضة لعلم علوم، أنا كنت حبيت بقى العلوم وقتها يعني والاحياء وبتاع. لما انا هحول قال لي بقول لك ايه، انت شكلك مش فالح او شكلك هتقضيها، مفيش حد بيعمل كده يعني، انت ركز وانت عارف انت واخد قرارك من الاول وبتاع. فقال لي بص، انت بتحب التمرين وكل حاجه، فانت خليك في كليه التربيه الرياضيه. انا ما كنتش فاهم يعني ايه كليه التربيه الرياضيه. قال لي انت تطلع منها مدرب وبتاع، وفي هتشتغل في نوادي وكده. فانا بدات ادور وافهم، وفي الاخر حطيتها يعني، لما خلصت بقى في اواخر فتره، في فتره المراجعات في الثانويه عامه، حطيتها كاخر بلان انا ممكن الجا لها. وسبحان الله يعني جت بقى فتره التنسيق، حطيتها اول اختيار في من ضمن الحاجات بتاعه التنسيق، بس اللي هي اول حاجه بتحطها في التنسيق وبتاع، وال70 رغبه وبتاع، الرغبات بتاعتك هي دي، فحطيتها فيها يعني. فالموضوع بدأ ازاي؟ انا كنت علم رياضه، حولت علم علوم بعد شهر من علم رياضه، عشان حسيت ان انا حابب ان انا اخش حاجه ليها علاقه بطب، سواء صيدله، سواء طب بشري، سواء علاج طبيعي، عشان تخدم على الهوايه اللي انا كنت بحبها في الوقت ده اللي هي التمرين. فانا اتعلم اكتر عن التشريح العضلي، اتعلم اكتر عن الكيميكالز والهرمونز بتاعه الجسم. كنت حابب ان انا اخش حاجه في الاخر تفيدني، مش هبقى مشيت ورا كلمه ان انا اسمي مهندس وشغل بقى علم رياضه والحاجات دي، ورا مسميات. ما كنتش حابب بصراحه ان انا امشي ورا القطيع قوي، اللي هو يلا بينا احنا كلنا شاطرين في الرياضه هنخش علم رياضه عشان نطلع كلنا مهندسين جامدين جدا. ما حبيتش انا الطريق ده بصراحه، واخترت الحاجه اللي انا هيبقى فيها شغفي، واللي انا فعلا هبقى بعملها وانا حاببها، مش فكره عشان انا اسمي مهندس او غيره. مش مهم الكلام ده في الفيديو ده، بس اللي انا عايز اقوله لك سيبك من كل ده. انا بقيت علمي علوم وجبت 80%، و80% دي مش هتدخلني كليات الطب اللي انا كنت بطمح بيها، بل ممكن تدخلني كليات اللي هي تدخلك كليات بتاعت ادبي مستريح، اللي هو حقوق، تجاره، تجاره انجليش، كنت جايب مجموع كويس في الانجليزي، تدخلني اداب. بس انا كنت بقى حابب ان انا، كان ده بقى الخلاف ما بيني وما بين بابايا، ان هو حابب يدخلني اداب انجليش، وانا حابب ان انا اخش تربيه رياضيه. الاتنين بالنسبه لي كانوا وجهتين لعمله واحده، اللي هو ايه، انا حابب ان انا ادرس تدريب وتغذيه، وتشريح بقى والحاجات دي كلها. فالحاجات دي محتاجه انجليزي ومحتاجه علم التدريب. فانا دلوقتي اخش اداب انجليش واخد الانجليزي، وبعد كده اخد كورسات من بره، ولا اخش تربيه رياضيه وادرس الحاجات دي شويه بالعربي، واخد البيزك بتاع العلوم بتاعه الرياضه بشكل عام، وبعد كده انا اخد بقى كورسات انجليزي وافهم اكتر بالانجليزي، واقرا مقالات وكتب بالانجليزي وكورسات، وفي الاخر هبقى على نفس التراك. فانا بصراحه قررت ان انا اخش تربيه رياضيه، ما اخشش اداب انجليش، عشان كان فيها هيبقى فيها اختبار وبتاع، وان انا لو كنت سقطت في الاختبار ده او ما كنتش عديت وجبت الدرجات اللي هم كانوا عايزينها في الانجليش، كانوا ساعتها هيودوني اداب بقى، جغرافيا، علم النفس، تاريخ، الحاجات الغريبه دي. فانا بصراحه ما حبيتش ان انا اخش السحله دي، وقلت لا، بس انا اخش تربيه رياضيه. طبعا ده كان خلاف جامد ما بيني وما بين ابويا، وما انصحكش طبعا ان انت يعني تختلف معاهم بالشكل ده. بس يعني صلي صلاة استخارة وتوكل على الله. لو انت حابب كلية التربية الرياضية خشها، هي لذيذة، وانا هنقل لك كل التفاصيل اللي انت هتحتاجها عشان تخش تربية رياضية. ميعاد الاختبار ده انت بصراحة انا معرفش، بس هو يعني بيبقى قبل ما التنسيق يبان، وشوية قبل ما الكليات تبدأ، بيفضل شغال فترة كده شهر شهرين. هو الاختبار بيبقى مدته 3 ايام. المفروض ان انت بتقدم عليه على النت، عن طريق ان انت بتخش مثلا صفحة التربية الرياضية او اسرة اتحاد التربية الرياضية، حاجة زي كده، وبتلاقي لينكات بقى اللي هي بتخش تقدم فيها. وبعد ما بتقدم بيبتدي يحجز لك ميعاد. انت لغايه دلوقتي ما دفعتش اي فلوس، بس قدمت، رحت، طالبين منك شويه ورق بتطبعها وتعملها سكرين شوت وبتاع، مش عارف حاجات التخرج ولا حاجات اللي انت خلصت الثانويه عامه. المهم بتروح بقى للكليه في اول يوم اختبار ده، انت المفروض بتدفع في رينج من 300 ل 500 جنيه، حاجه زي كده يعني. انا ما اعرفش الفيديو ده كل انت بتشوفه بعد فتره قد ايه، فهو في الرينج البسيط ده يعني، مش بتدفع كتير. ده بيكون حق الاختبار. سبحان الله، كل الناس اللي بتعمل اختبارات في الكليات اللي هي مثلا زي تربيه فنيه او فنون جميله والحاجات دي، او تربيه رياضيه، بيبقى الاسبوع بتاع ان انت رايح تعمل فيه الاختبار ده ما بيبقاش فيه الفلوس دي. انا عن نفسي يعني لو هروح استلف الفلوس دي عشان اعمل الاختبار، هيكون بالنسبه لي احسن من ان انا تروح الاقي الفرصه، بسبب ان انا ما كانش معايا بسبب ان انا ما كانش معايا الفلوس بتاعه الاختبار، وكسلت بقى وخلاص يا عم انا هعتمد على التنسيق وان شاء الله بقى يجي لي كليه حلوه وبتاع ومش هحتاج تربيه رياضيه. لا، اعمل اختبارات
تربيه رياضيه، تربيه فنيه، اعمل كل الاختبارات، بحيث لو انت مثلا حابب ان انت تخش تربيه رياضيه فهي بتقبل من 50 55%. 60% برضو ممكن تختلف. يعني سنين التنسيق، بس كانت على ايامي اللي هو من 5 سنين كان بتقبل من 50%. وده لو انت معاك شهادات بطولات، يعني انا معايا شهادات بطولات، فانا كده كده كنت جايب 80، بس لو كنت جايب 50% فساعتها كنت هتقبل عادي جدا يعني. دي حاجة. الحاجة التانية، حتى لو ما معكش شهادات بطولات ففي الأغلب أنت لو عديت الاختبارات وحطيتها هي رغبة أولى، يعني احتمال تجيلك محافظة. يعني أنا مثلا جات لي حلوان، محافظة القاهرة يعني، اللي هي كلية فيصل أو اللي هي تبع جامعة حلوان. فممكن انت تحط اكتر من محافظة وتجيلك بقى لو انت مثلا درجاتك ضعيفة او كده، وبعد كده تعمل تقليل اغتراب يعني وتقرب هنا القاهرة. او لو مثلا انت في محافظات فالموضوع مش هيبقى في تقليل اغتراب، هيبقى الموضوع لذيذ يعني. بعد كل النوش ده، ايه المميز في التربية الرياضية عشان تخش؟ يعني ايه اللي يخليك تخش تربية رياضية؟ بيبقى اسمك مدرس العاب والتهليس بقى اللي بيقعدوا يهلسوه علينا ده. بص، التربية الرياضية لذيذة في ايه؟ هي كلية عملية، فاللي انت بتدرسه بشكل نظري بتطبقه، ففي الاغلب بنسبه كبيره جدا بيثبت في ذاكرتك حتى لو مش بتستخدمه، فانت كده كده طبقت اللي انت اتعلمته. وده يعني ده هيكون لذيذ قوي في حاجات كتير، زي الرياضات اللي انت بتقعد تتعرض لها لمده سنتين. الكليه بتبقى 4 سنين، اول سنتين دول انت بتتعرض لرياضات كتير، وبعد كده بتختار تخصصك في السنتين التانيين. انا مثلا حابب اتخصص في لعبه كذا، او اتخصص في قسم كذا، انت بقى بتكون درست في السنتين دول. المهم سيبك من ده. الحلو في التربيه الرياضيه ان انت ممكن تشتغل من اول سنه. اول سنه هتلاقي نفسك بتاخد كورسات بسيطه كده اهو، بتعرفك عن المجال، سواء في الانقاذ، في السباحه، انقاذ اللي هم الحمامات السباحه وكده يعني، او مثلا في المساج والحجامه، او في تحكيم لعبه معينه انت حبيتها، او في مثلا ايه يعني حاجات الكيروبراكتيك شويه. في ناس بتاخد كورسات فيها يعني. تقدر تشتغل في الحاجات دي، وممكن مثلا تشتغل في حضانة ان انت تعمل اطفال شوية تمارين. ومش تشتغل فول تايم، يعني انت تشتغل بارت تايم، او مثلا 3 4 ساعات في الاسبوع. ممكن تشتغل في نادي فيتنس لو انت مثلا فهمت شوية قواعد بسيطة في الفيتنس، وعارف الرياضة اللي انت بتلعب مثلا شباب بتاعة التنس او بتاعة السباحة. فعندك مجالات كتير تقدر تشتغل فيها ماكسيموم 5 6 7 ساعات في الاسبوع. مش بقول لك يعني 7 8 ساعات في اليوم. ليه؟ عشان انت اصلا كليتك بتبقى 8 ساعات في اليوم. فمش كل الناس بتقدر توفر الوقت الكافي ان هي مثلا تاخد شيفت كامل في تربيه رياضيه، غير لو هتعمل زي اللي انا عملته. يعني مركزتش في الكليه قوي، بعد اول سنه ركزت اكتر في ان انا اشتغل واجمع فلوس واخد كورسات، ما اعتمدتش على الكليه. وهشرح لك ده قدام برضه يعني. وده طريق انت ممكن تاخده، وممكن تاخد طريق الناس الشاطره العاديه جدا اللي هي ما بتعملش الحركات اللي هو الكروات اللي انا عملتها دي. بس انا اشرح لك تجربتي برضك، ممكن تفيدك لو انت حاسس ان انت يعني دماغك زيي يعني. ده بالنسبه للشباب المميز بالنسبه للتربيه الرياضيه. طب بالنسبه للبنات، ايه اللي يميز بنت تربيه رياضيه عن اي حد تاني مثلا او اي كليه تانية؟ برضك ان انت تقدري تشتغلي من اول سنه. بس الحاجه المميزه جدا بالنسبه للبنات، ودي انا بشوفها مميزه جدا، لو انت ركزتي في تخصص بتاعك او حبيتي مثلا تخصص معين لما دخلت الكليه، مثلا ما تعرضتيش قبل كده للباليه، بس حسيتي ان انت لما دخلت الباليه تعرضتي له وحبيتيه، والموضوع بقى على هواكي قوي وبقيتي شاطره فيه، او رياضه تانية مثلا لعبتي شيش او قوس وسهم او اي حاجه يعني، وحسيت ان انت كويسه فيها وحبيت ان انت تكملي فيها. او مثلا مجال الجيمات، انا ادي مثال بمجال الجيمات دلوقتي، وانت طبقيه على اي كلام من اللي فات ده بقى، باليه، جمباز، سباحه، اي حاجه من الحاجات دي انت حبيتيها وكملت فيها. بس انا ادي مثال على الجيمات. لقيتي نفسك في الجيمات، طب حلو، ممكن تشتغل من اول سنه، ماشي، دي ميزه كويسه. الميزه بقى الاقوى بكتير ان انت يعني ما عندناش في الثقافه المصريه بنات كتير قوي بيشتغلوا مدربات. من فتره ما كانش في الكلام ده، دلوقتي الموضوع بدأ يكبر ويوضح، والناس بدأت تمشي في التراك ده. بس ستيل طلب عليكي عالي، ان انت يعني اللي زيك قليل قليل قوي في السوق، فبيبقى مرتباتهم كويسة والمنافسة بتبقى بتاعتهم قليلة. يعني احنا كرجالة بياكلوا في بعض المدربين والموضوع ده واضح قوي على السوشيال ميديا. بس البنات قليلين جدا في المجال ده، ولو انت قدرت تتميزي في مجالك هتلاقي عليك الطلب كبير. وخصوصا ان البنات اللي بتمارس رياضة جزء كبير منهم، يعني جزء كبير جدا منهم بما اننا ثقافة مصرية وبتاع وإسلامية، بيميل أكتر إن هو ما يتمرنش مع راجل. يعني أنا لو بنت مثلا فكرت تنزل جيم، أول حاجة هتفكر فيها إيه؟ جيم ما يكونش ميكس. وأول حاجة هتفكر فيها إيه؟
ان هي تروح لمدربه بنت. طب لو فكرنا مثلا ان هي نزلت جيم ميكس، برضك اول واحده هتفكر فيها او اول حاجه البنات بتفكر فيها ان هي تتمرن مع مدربه بنت تكون فاهماها، وقليل قوي اللي بيبقى طالب ان هو يمرنه شباب يعني. فانت ستيل ليك الاولويه. وانا اعرف مدربات بتقبض ارقام مرعبه، بتوصل في الفيديو اللي انا بكلمك فيه ده يعني ممكن 15 20 وفيما فوق، ده في الشهر، وممكن اكتر بكتير يعني. في ارقام مرعبه حرفيا ممكن تسمعها من بنات. بس بصراحه اللي انا شفته يعني من 15 ل 20 الف بيبقى الموضوع يعني لذيذ يعني بالنسبه لها. وطبعا مش من اول ما تبدأ يعني، ممكن تبقى هي بقى لها فتره كبيره شغاله وعدت بخبرات كتير وقدرت تكون بقى علاقات كويسه ان هي تخش لها بسبب التارجت بتاعها رقم زي ده. فانا ما بقولش ان انت من اول سنه هتاخدي 20,000 جنيه يعني. انا عارف ان الرقم ده بالنسبه لنا كويس في مصر، وكويس جدا كمان يعني. وفي الوقت اللي انا بكلمك فيه في الفيديو ده مش في اماكن برضو كتير يعني، مش كل الاماكن بتعمل ده. في اماكن هتلاقي نفسك بتقبضي 3 4000 جنيه عادي جدا يعني. فبس اللي انا بقول لك ان في الفرصه ان انت توصلي للارقام دي وتكبري بالشكل. ماشي، احنا كده عرفنا مزايا التربيه الرياضيه. انت اول ما تحتك بالكليه تحتك بقى في الاختبارات. هتخش الاختبارات بعد ما تكون دفعت الفلوس اللي هي 300 400 جنيه، دفعت الفلوس ودخلت التربيه الرياضيه. اول حاجه بتعملها الاختبارات، بيبقوا 3 ايام. كل اللي انا فاكره عن ال3 ايام دي ان انت بتقيس طولك ووزنك، ان انت بتملى شويه ورقه كده انت ايه الرياضات اللي انت بتحبها وايه الرياضات اللي انت بتلعبها. بيبقى زي CV ليك صغير عندهم هناك. وبتعمل حاجه اسمها اختبار القوام، ان هو يشوف هل جسمك متناسق، هل في عيوب خلقيه مثلا يمشيك. وفي بقى اختبار المهاره، ان انت مثلا بتختار مهاره. لو انت ما عندكش مهاره وما بتلعبش في اي رياضه وفي الشلاحات خالص، في ناس اختارت ان هي مثلا تجري سبرنت 100 متر، ودي اغلبيه الناس عندها تمام يعني. فبيقولوا انا مهارتي رياضات مدمار دي اللي هو الحاجات اللي هي سباقات العاب القوه والحاجات اللي زي كده. بيجري سباق 100 متر او 400 متر على حسب ما انت تختار لهم يعني. لو انت سريع اكتب 100 متر، لو انت متوسط اكتب 400 وشد شويه يعني الدنيا تمام. في ناس كانت بتكتب كوره وبيقعدوا يختبروا. انا عن نفسي كنت بلعب ملاكمه قبل كده، فكتبت ملاكمه وكان العدد بتاع الملاكمين قليلين، فنزلونا فايت قدام بعض. انا ما كنت بقالي فتره طبعا ما بلعبش ملاكمه، فاتضربت عادي واتقبلت في كليه التربيه الرياضيه. فده معناه ايه؟ ان انت لو ما نجحتش قوي في الاختبارات هتعدي جدا يعني، او هتعدي الموضوع هيبقى بسيط. نزل قدامي لعيب ملاكمه فعلا فدش مني قدام الدكتور والموضوع كان عادي يعني. بس هو شاف ان انا بتحرك كويس وبتاع وخلاص الموضوع تمام، اتقبلت. كذلك الامر لو انت لعبت كوره وقال لك يلا اجري وصوب ناحيه البتاع دي وانت ما جبتهاش في الجون، ما تقلقش، في احتمال ان شاء الله تتقبل. لو ما طلعتش الاول في السباق ال 100 متر او ال 400 متر ايا كان يعني، فعادي ممكن تتقبل ان شاء الله. ماشي، انت خلصت الاختبارات واتقبلت في الكليه وجالك بقى ان انت اتقبلت وبقيت لائق ومش عارف ايه. الاربع سنين بتوع الكليه دول هيعدوا ازاي؟ اول سنتين فيهم انت بتعدي على كل الرياضات. ده انا بكلمك على السيستم اللي انا اعرفه في جامعه حلوان. ممكن الجامعات التانية يبقى السيستم مختلف حاجه بسيطه بس مش كبيره قوي يعني. اللي هي مثلا جامعه اسكندريه او جامعه زقازيق، اسمها ايه تقريبا، زقازيق طنطا مش عارف. المهم في جامعات في تربيه رياضيه كتير يعني. فخلينا نتكلم على الجامعه اللي انا كنت فيها. اول سنتين، السنتين دول انت بتقضي فيهم بتلعب كل الرياضات، بتختبر كل الحاجات اللي موجوده، كل الاقسام اللي موجوده. الكليه فيها 11 قسم، ال 11 قسم دول بيبقوا متقسمين، يعتبر مواد منهم كده بسيطه متاخده من كل قسم على السنتين دول. وانت بعد ما تخلص السنتين بتكون عرفت اغلبيه الاقسام اللي دخلت لك. وبعد ما تخلص السنتين بتختار التخصص اللي انت حابب تكمل فيه. انا عن نفسي اخترت يعتبر اصعب قسم فيهم اللي هو علوم حركه وكملت فيه. وده بيبقى قسم شامل شويه حاجات كتير يعني، ما بيبقاش محدد برياضه معينه. وهشرح لك ايه الاقسام المتاحه دلوقتي عشان تبقى فاهم قصدي يعني. كملت فيه، والسنتين التانية والتالتة تخصصت في القسم ده واتخرجت منه الحمد لله. بص، هما 3 أقسام بيتفرع منهم الأقسام الباقية التانية. أول قسم اللي هو التدريب، وتاني قسم اللي هو التدريس، وتالت قسم اللي هو الإدارة. ونعتبر إن رابع قسم اللي هو علوم الحركة يعني. علوم الحركة بيبقى فيه شبيه ليه علوم الصحة. بيبقى فيه برضو كبار السن، وبيبقى فيه تربية معدلة اللي هي بتوع ذوي الهمم يعني، إن أنت إزاي تتعامل معاهم وإزاي تشتغل معاهم وتبقى متخصص في الحتة دي. وفي بقى كام قسم كده زيادة اللي هو الترويح. الترويح ده اللي هو ازاي بتستخدم وقت الفراغ. عارف انت الناس اللي هو بيقعدوا يعملوا تمارين والعاب، من الناس اللي هم بيبقوا مثلا سياح في شرم او في حتت زي كده وابتدوا يعملوا لهم تمارين. الناس دي بتبقى دارسة حاجة اسمها ترويح. عندك حاجة اسمها تدريب مائي او رياضات مائية، حاجة زي كده.
اللي هو شخص بيعالج في الميه يعني، مش فاكر اسم القسم الصراحه. و احنا قلنا الاداره ده قسم بيخليك مثلا تشتغل في وزاره الشباب، وزاره الشباب والرياضه، او تشتغل في النوادي، تبقى في حته الاداره وان انت تدير النوادي بتاعتك، او مراكز الشباب يعني اللي انت تبقى شغال فيها والنوادي. عندك قسم التدريب. خلينا في التدريس الاول. التدريس ده بتشتغل في مدارس كمدرس بي او تربيه رياضيه يعني. ف بتعمل طبعا حصص وبتاع، وبتبقى حاجه لذيذه بالنسبه لي. دي ميزه من ضمن المزايا اللي بتتحط في الكليه يعني، وهقول لك ايه الميزتين اللي انا بالنسبه لي حلوين قوي وفارقين معايا، ولما دخلت تربيه رياضيه اكتشفتهم فعجبوني يعني. دي من ضمنهم يعني، بس هيجيلك عليها على جنب كده. عندك ايه تاني؟ عندك قسم التدريب. قسم التدريب ده بيندرج تحتيه كل الرياضات اللي في الكليه. قسم التدريب عندك تدريب فردي وتدريب جماعي. التدريب الجماعي بقى الباسكت وكرة القدم وكل الرياضات الجماعيه اللي ممكن تبقى موجوده في الكليه، مش مجمعهم كلهم دلوقتي. التدريب الفردي ملاكمه، رياضات المضرب، رياضات السباحه. عندك ايه تاني؟ الهوكي، المبارزه، القوس والسهم. في رياضات كتير قوي، فانت بتعدي على كل الرياضات دي المفروض، وبعد كده بتتخصص في سنه تالتة ورابعه، بتكون انت دخلت التخصص. وطبعا بما انك كليه تربيه رياضيه فانت شخص رياضي، فلما لو دخلت قسم زي اللي انا دخلته علوم حركه، او قسم نظري ما فيهوش حركه وما فيهوش رياضات وبتاع، فتضطر ان انت تختار الترم الاول مثلا رياضه فرديه، والترم الثاني رياضه جماعيه. دي حاجه اجباري ان انت لازم يبقى عندك نشاط رياضي في خلال الفتره اللي انت تبعت فيها في الكليه. المهم، احنا دلوقتي عرفنا كل الاقسام، فهنيجي بقى نبص هل اشتغل ولا اركز في الكليه. تجربتي وتجربه ناس صحابي، يعني تجربه واحد صاحبي هو من اول سنه ما اشتغلش في الكليه، او ركز في الكليه وكل سنه كان بيجيب امتياز، ودلوقتي بيحضر الماجستير، وبعد كده هيحضر ان شاء الله الدكتوراه، ويكمل في الكارير ده ان هو يحاول يتوظف في الكليه، او يحاول ياخد لقب الدكتوراه او الدكتور. فالطريق ده لذيذ في ايه؟ ان انت بيبقى بوزيشن كويس، المفروض ان انت واخد نوليدج كويسه. وليه بقول لك المفروض؟ عشان هي احتمال يعني ان انت تاخد نوليدج كويسه. الحاجه التانية، لو انت اشتغلت في الكليه فده يعني مصلحه كبيره قوي، هتتشهر في المجال، هيبقى ليك علاقات كويسه. الحاجه التانية تقدر بقى ان انت مثلا تعمل مصلحه في الكتب، تطبع كتب وبتاع وتبيع للطلاب، وتعمل عدد كبير، طبعا مش بالاجبار يعني، بس انت تعمل كتاب مفيد وتبتدي تشرح فيه المواد اللي زي مثلا كتاب تشريح، وتبتدي تشرح منه الماده العلميه بتاعتك، او مثلا كتاب في الرياضه بتاعتك، مثلا في السباحه، في الهوكي، في اي حاجه، وتبتدي تشرح الماده العلميه بتاعتك وتبيعه للطلاب، وتعمل نسبة ربح، هامش ربح مثلا بتبيع الكتاب مثلا بجنيه، فأنت الهامش الربح بتاعك ربع جنيه. فاضرب مثلا بقى الدفعة فيها 1000 طالب، وكل سنة بتاخد مثلا شغال انت مثلا مع بتبيع كتاب 1000 نسخة كل سنة، فده رقم يعني طبعا مش بربع جنيه يعني وبنص جنيه، انت بيبقى الموضوع بقى فيه مثلا 30-40 جنيه ولا حاجة. فشوف في كام طالب هيعمل لك كام ألف في الترم، هيبقى لذيذ يعني. الحاجة التانية ان انت مثلا تعمل كورسات، ودي انا كنت بشوفها، ان مثلا الدكتور بتاعنا تلاقيه راح بكل صياعة كده بيقول لكم ايه، احنا التاسك بتاعنا هنسلمه على الانستجرام. اللي هو ازاي يعني؟ هتصور نفسك وتعمل ستوري وتعمل لي منشن، وهبتدي اقيم الناس، والناس دي تبعت لي الابحاث مش عارف على ايه. فتلاقي ان هو اداني على السوشيال ميديا بتاعته، وبعد ما رحت على السوشيال ميديا بتاعته، هو على السوشيال ميديا بدأ ينزل ان هو بيبيع كورس. فالكورس ده مثلا كورس بي تي ليفل 1، بيرسونال ترينر ليفل 1، او نيوتريشن ليفل 1، اللي هو بيشرح فيه تغذيه. فانا رحت رايح شارك كورس برقم معين، وغيري سألني على تجربتي مع الكورس، قلت له ده جامد ومش عارف ايه. فخلاص الكورسات بتاعته بدأت تتباع، فبقى بيتعمل له رقم مثلا من الكتاب بتاعه ورقم من الكورسات بتاعته، ده غير ان هو بياخد من الكليه. فده طريق لو قدرت تاخده هيبقى مميز جدا، بس هو محتاج نفس طويل شويه، ومحتاج ان انت تستعمل الدكاتره المريبين اللي انت هتشوفهم في الكليه. ف يعني ده طريق انت ممكن تاخده. انا عن نفسي ما خدتش الطريق ده، بس انا كنت عارف ان هو مميز يعني الطريق ده، بس انا بصراحه ما حبيتهوش. حبيت ان انا اكتر اعمل ايه، انا وده اللي حصل بعد اول سنه. اول سنه جبت امتياز، وبعد كده كنت بجيب مقبول جيد، مقبول جيد جدا، حاجه زي كده يعني، في 3 سنين الباقيين مش فاكرهم الصراحه. اول سنه انا جبت امتياز، كنت مركز في الكليه، كنت بشتغل بس 3 ساعات في اليوم في جيم كده بسيط جنب بيتنا وبتاع، وكنت بقبض رقم قليل وبتاع عشان كنت لسه خبرتي مش كبيره قوي في المجال. فانا كنت بشتغل في جيم بسيط لوكال اكتر يعني، وكنت بشتغل 3 ساعات اخر اليوم بعد الكليه. فده بيخليني اقدر اخلص الابحاث بتاعتي
واقدر ان انا اروح الكليه ومرتاح، اقدر انام مرتاح والدنيا تمام. بعد ما خلصت اول سنه بدات اكتشف ان انا بدرس تاريخ العلم. يعني انا لما بدرس تاريخ العلم بدرس باللغه العربيه، وده مش بتقدر تستخدمه مع كلاينت قوي. يعني مثلا دي معروفه ان هي اسمها تشيست، عند المدربين اسمها بيكتوراليس ميجور باللاتيني، وبقى ستيرنم هيد وكلافيكال هيد وبتاع والحاجات دي كلها. فانت تيجي تبص تلاقيهم بيقول لك مش عارف العضله الصدريه العضديه الكبرى في كليه التربيه الرياضيه. يعني انت بتدرس بالعربي، في الكلام ده مش هتعرف تستخدمه مع الكلاينت، مش هتعرف تدور اصلا، مش هيبقى ليك مصادر اجنبيه تتعلم من على الحاجات دي. ففي الاغلب يعني الموضوع ما كانش ابديتد قوي في الكليه. كنا بندرس تاريخ العلم. مثال في التغذيه، معروف ان انت عشان تاخد البروتين المناسب لجسمك بتاخد من 1.6 ل 2.2. في الكليه التربيه الرياضيه انا كنت فتحت كتاب كده في المكتبه لقيته بيقول لك بتاخد 0.6، فاللي هو لكل كيلو يعني. فاللي هو انت بتعتمد على ايه في الحاجات دي؟ قطرية بقى ابحاث من 1999 و1980 وحاجات كده. اللي هو احنا بندرس حرفيا تاريخ العلم، مش الابحاث والحاجات الابديتد في الكلية. ودي كانت بالنسبة لي من ضمن العيوب، وهنيجي للعيوب قدام. فده اللي خلاني ما ركزش قوي في الكلية، وقلت لا بص، انت الاحسن ان انت تشتغل، تاخد فلوس، الفلوس دي تاخد بيها كورسات ابديتد تقدر تخليك تشتغل، تترقى في شغلك او تروح اماكن احسن. وده بالنسبه لي كان مرضي جدا يعني، وعملت ده فعلا والحمد لله. اتدرجت في خلال ال4 سنين، خدت خبره كبيره جدا يعني. كنت شايف ناس حواليا مش واخدين الخبره دي، وبصراحه ده بسطني يعني. ف وراضي عنه والحمد لله ان ربنا وفقني للطريق ده. فانت عندك الطريقين، لا اما تركز في الكليه، وساعتها بقى انا بقول لك يعني لما ركزت انا في الكورسات بره والحاجات دي، طبعا ما بقتش اروح الكليه كويس، ما بقتش والدرجات بتاعتك في الكليه بتعتمد على العملي اكتر. يعني ان انت بتحضر ولا ما بتحضرش، بتسلم الحاجات التاسكات اللي عليك ولا ما بتسلمش. انا ما كنتش بحضر قوي، ما كنتش بسلم قوي، كنت بفوت اسبوع واروح اسبوع، بحيث يعني ان انا وشي يبقى مألوف للدكاتره، وفي نفس الوقت يبقى باين عندهم ان انا بحضر، ما يشوفنيش يجي في اخر الامتحانات يقول لي يا ابني انا ما شفتكش، فاروح مسقطني. انا كنت بحاول اعدي يعني، ما كنتش بحاول ان انا ابقى مميز قوي في الكليه، بس كنت بحاول ان انا اعدي يعني. والحمد لله الكورسات اللي انا كنت بدرسها بره مع القسم بتاعي، يعني مثلا مش كنت انا قسم مثلا سباحه وبدرس كورسات جيم، فلما يجي يسالني في السباحه والعوم والكرول والباك والدولفين ومش عارف الحاجات اللي هم بيسالوا فيها دي وشويه تفاصيل عنها، ما بقاش عارف ارد. لا انا كنت واخد حاجات تابعه للقسم بتاعي، فانا كنت يعني الحاجات دي انا دارسها بره وبالانجلش، فكان سهل عليا ان انا مثلا احاول افهم المصطلحات بتاعتها بالعربي من صحابي او من الكتب او من الحاجات اللي بتنزل بقى في البي دي افات في الكليه وكده، واروح ان انا احط النولج اللي عندي للدكتور في الموضوع. مثلا في علم الحركه في حاجه اسمها بلان اوف موشن او محاور الحركه. دي بتقسم جسمك 3 محاور، والمحاور دي بتبتدي بقى تحط عليها تمارين، وبيسألك المفصل ده بيتحرك على محور ايه وبتاع. فالحاجات دي انا سمعتها بره في كورسات مثلا من سنة اولى او سنة تانية، درستها في تالتة ورابعة، فانا كنت كده كده عارفها. فانا ما كنتش بحضر الكلية، فكنت لما بيجي الدكتور يسأل فانا كنت ببقى عارف ان انا اجاوب الحاجات دي عشان كده كده كنت عارفها. فانا بالنسبة لي اخترت طريق الكورسات والفلوس اكتر من ان انا ابقى باصص لللونج تيرم، وان انا اتعين معيد في الكلية وبتاع والموضوع يمشي بالشكل ده. ممكن انت تختار حاجه من التراكين دول اللي انت يناسبك اكتر يعني. حاجه بس صغيره، انا لو كنت ركزت في تربيه رياضيه وما كنتش اهتميت بان انا اخد كورسات وفلوس، الكليه سهل قوي ان انت يعني تاخد درجات كويسه فيها، وسهل قوي ان انت تجيب امتياز. اي نعم الدكاتره مش احسن حاجه وبيرخموا شويه، مش كلهم طبعا يعني، في ناس كتير كويسه، بس هو ما بيستخسرش فيك ان هو يديك الدرجات النهائيه. عادي جدا ممكن يقفل لك الدرجه بتاعتك لو لقاك فعلا ادائك كويس في العملي وجاوبت كويس في نظري، فهيديك درجتك يعني عادي. انا ما كنتش بحضر وكنت بجاوب بتاع، كانوا بيدوني درجتي عادي يعني، الناس فير يعني، ما فيش اي مشاكل. الحلو في التربيه الرياضيه ان انت اصلا بيبقى اغلبيه اللي حواليك جايبين 50% ولا حاجه. فانت لو كنت شاطر اصلا في الدراسه، او لو انت حابب الدراسه بتاعه التربيه الرياضيه، تقدر تتفوق فيها بان انت بس تمارس الحاجات اللي انت بتاخدها. مثلا في حاجه اسمها بومزا في لعبه التايكوندو، ان انت جمله حركيه بتقعد تعمل كي كوكا حاجات كده غريبه مريبه يعني، بتحفظها وتخش تأديها في العملي. مثلا الجودو بتحفظ ازاي تحدف وازاي تقع، والحاجات بتاعت الجودو دي بتحفظها بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت بتتدرب عليها اكتر من مره مع صحابك او مع نفسك، وبتبتدي تروح تنفذها.
فالموضوع مش محتاج منك غير ان انت تكون بتعرف تتحرك، وان شاء الله تكون بتعرف تتحرك بما انك حابب ان انت تخش تربيه رياضيه يعني. مش تتحرك يعني ان انت عاجز، لا، ان انت ذكي في ممارسه الرياضه، يعني جسمك لين مش قافش كده ما بتعرفش تتحرك، عارف انت الناس المخشبه دي. حاجه تانية ان انت بتعرف تذاكر على بسيط كده، ان انت على قد ما تقدر تعرف تذاكر يعني. مش مطلوب منك ان انت تبقى دحيح، كلنا بيبقى معلوماتها بسيطه وسطحيه شويه. فلو حضرت ومارست الحاجات العمليه دي وذاكرت الحاجات البسيطه وسلمت التاسكات بتاعتك، انت خلاص مبروك عليك الامتياز، وان شاء الله تبقى دكتور يعني. انا كيحيى بقى استفدت ايه من الكليه؟ استفدت حاجتين، ودول اكتر حاجتين بسطني جدا، والتالتة حاجه بسيطه كده على جنب يعني. اول حاجه المعارف، انت بتتعرف على مدربين في مجالات كتير. طبعا انا كنت بنقي معارف، انا كنت تنك شويه، كنت بحاول ان انا ما اتعرفش على كل الناس في الكليه، عشان انت بيبقى جايين في ناس ما بيبقاش هاممها الكليه، هي بيبقى هاممها اكتر ان هي تخش اي كليه وخلاص. فهو مجموعه زي الزفت، وفي نفس الوقت هو اصلا مش بتاع تعليم، وهو يعني بني ادم عشوائي جدا. فتلاقيه جاي يرخم عليك، جاي عايز تصاحب عافيه، جاي مش عارف ايه. فانا ما كنتش بدي اهتمام للناس دي بصراحه. مش يعني تناكب بالمعنى الحرفي، بس يعني انا بحاول استنضف علاقاتي بحيث ان انا الناس دي هقابلها بره في الشغل، فانا حابب ان انا مثلا ابقى عارف فلان وفلان اللي هو يزقني فوق او انا ازقه فوق. تمام. ما بقاش بقى عارف الاشكال اللي هي بتبقى اصلا قاعده جوه المدرجات تشوشر عليك وتضايقك وتضايق الدكاتره وبتاع. فانا كنت بليمت قوي العلاقات بتاعتي، وفعلا انا طالع من صحاب كتير قوي، بس كل صاحب انا طالع بيه هو ذو قيمه حرفيا في المجال، او هو شخص يعني محترم وجميل وتحب ان انت تقعد معاه، فاهم؟ ف يعني اللي استفدته بصراحه حته العلاقات، هتعمل علاقات كتير، والعلاقات دي هتفيدك. هتبقى عارف مثلا ناس شغاله في نادي دجله، ناس شغاله في نادي مش عارف ايه في اكتوبر، ناس شغاله في المجال بتاع مثلا التعليم الحركي، او مثلا الحاجات الفتنس، ناس شغاله في جيمات. هتبقى عندك علاقات كتير، ناس شغاله في المصارعه، في الملاكمه، مش عارف ايه، رياضات مختلفه وناس كتير. وده هتحتك فيه على مدار ال4 سنين، هتقعد تكون علاقات يعني. انت بس حاول تستنضف الناس اللي انت بتتعامل معاها، عشان ده يفرق معاك قدام. الحاجه التانية اللي انا استفدت منها ان اغلبيه اصلا مجالات التربيه الرياضيه، لو انت بقيت قوي جدا خلاص، انت كده كده مش محتاج بقى الحاجات اللي انا اقول لك عليها دي، اللي هو المعاش والوظيفه الثابته وبتاع. يعني انت لو شغال مثلا في النادي الاهلي مخطط احمال، فانت عايز اكتر من كده، الدنيا حلوه معاك بعد كده اصلا تبص على العالميه، ما تبصش على الحاجات اللوكال. بس يعني بالنسبه لي هي ميزه على جنب كده ممكن احتاجها، عشان جيماتنا او الشغل اصلا بتاع الرياضه بشكل عام في مصر شغل برايفت اكتر من ان هو مثلا حكومي. فلو انت بتدور على مثلا وظيفه حكوميه وبتدور على الطريق ده والكارير ده، هتلاقي ان التربيه الرياضيه بتوفر لك ان انت تبقى مدرس تربيه رياضيه. ومدرس تربيه رياضيه ممكن تشتغل في المدارس الحكوميه ان انت مدرس تربيه رياضيه، ولو كان عندك واسطه يعني تزقك شويه ان انت تعمل الاختبارات في المدارس دي، هتبقى لذيذه يعني. بس فتنزل تشتغل في مدرسة ليك، بس تنزل تشتغل في المدارس، ويبقى ليك اجازات سنوية، ويبقى ليك ال4 شهور بتوع الاجازة بتوع الصيف، ويبقى ليك مرتبك في الاجازة، ويبقى ليك ايه تاني، معاش والحاجات بتاعت الموظفين دي. ودي حاجة بالنسبة لي خيار على جنب كده، ممكن احتاجه قدام وممكن ما احتاجوش، وان شاء الله يعني حابب ان انا ما احتاجوش يعني، بس او اوبشن موجود. ودي حاجة لذيذة. مجالات كتير جدا ممكن تخشها ما تعرفش تبقى يبقى عندك وظيفة ثابتة، وحتة سيكة الأمان دي ما ممكن ما تلاقيهاش. التربية الرياضية الموضوع لذيذ، وخصوصا إن أنت لو تربية رياضية الموضوع ده ممكن بره مصر يفيدك في إيه؟ أنت ليك الأولوية شوية عن شخص مش تربية رياضية. إحنا مثلا في مجالنا كجيمات، في الجيم ممكن تلاقي شغال جنبك واحد يعني مهندس أو دكتور، أو ممكن يبقى أصلا مثلا سياحة وفنادق، وعادي جدا هو واخد كورسات تربية كورسات بيتي ونيوتريشن وحاجات زي كده، وشغال في مجال الجيمات. ويبقى نفس النولج اللي عندك عنده، وتبقوا انتوا الاتنين جنب بعض، انت تربية رياضية وهو مش عارف اي كلية تانية، وبتقدموا نفس السيرفيس وكل حاجة، وبتاخدوا نفس المرتب. بس الموضوع ده صعب تلاقيه في المدارس. ليه؟ انا مش هينفع اشغل واحد في مدرسة حتى لو مدرسة خاصة مش مدرسة حكومية مش تربية رياضية، في الأغلب هيبقى صعب جدا. وممكن ما يبقاش شغله ده الأساسي يعني، ممكن يبقى الموضوع مش عارف، بس هو مش هيشتغل يعني في الأغلب. بس والحاجة التانية إن أنت بقى بتحط المدرسة دي الصبح، وبعد كده ممكن تحط البرايفت سيشنز بتاعتك بالليل لو أنت بتمرن أي رياضة، في الموضوع هيبقى لذيذ قوي. أو زي ما قلت لك، أنت ممكن بقى وسط الأجازة ال4 شهور دي تكون بتشتغل حاجة تانية، أو عندك سايد بيزنس تاني، والموضوع هتبقى أنت ماشيه في اللذيذ قوي.
فهي بالنسبه لي ميزه كويسه. الحاجه اللي انا قلت لك هي ميزه ثالثه وصغيره كده، كارنيه النقابه، ان انت تبقى تبع نقابه، يعني نقابه المعلمين. بس فدي لذيذه قوي يعني. من ضمن المزايا بتاعه الكليه ان هي بتكسر عندك حاجز الانطوائيه شويه، بتخليك تقدر تبقى قيادي اكتر. الشخص القيادي ان انت مثلا تمرن جروبات، تلاقي مثلا بيجبروك ان انت تشغل جروب من صحابك 5 6 7 ممكن اكتر 30 او 40. الجروب ده انت بتشغله يعمل تمارين معينه قدام الدكتور، عشان ده من ضمن الاختبارات اللي هتنجحك او هتسقطك. وتلاقي مثلا واحد اتنين من 3 من صحابك مش فارق معاهم، وعمالين مفكسين لك وعمالين يرازوك ومش مهتمين. فالكليه برضو بتعلمك ازاي تعاقب الناس دي، ازاي تخليه يشتغل غصب عنه، او تعاقبه وتطلعه مثلا بره يعمل حاجات معينه. فبتنمي عندك روح ان انت شخص قيادي وقادر تتصرف وسط الضغط والحاجات اللي زي كده. دي بالنسبه لي لذيذه. ميزه برضو ممكن تفرق مع ناس شويه، ان كليه التربيه الرياضيه بتوفر لك ان انت مثلا لو فتحت مثلا جيم، مش هتحتاج بقى خلاص ان انت تعمل حاجات معادله. عشان لو واحد مثلا مش تربيه رياضيه وحابب يفتح جيم، بيروح ياخد كورس كده صغير، مش عارف منين بالظبط، من مركز الاولمبي او حاجه زي كده، شهاده زي شهاده معادله كده، ان الراجل ده يقدر يفتح الجيم، او يقدر يفتح مثلا مركز المساج ده، او مش عارف ايه. فكليه التربيه الرياضيه بتخلص عليك الموضوع ده، وانت كده كده بيبقى اصلا متاح لك ان انت تعمل الترخيصات دي، بيبقى الموضوع سهل ان شاء الله. من ضمن عيوب التربيه الرياضيه زي ما انا قلت لك قبل كده، ان مش كل الناس اللي جوه شبهك، فده هيخليك تعاني شويه في اختيار علاقاتك، بس يعني هتقدر تتجاوزه يعني، عشان مش كل الناس جايه من خلفيه او ثقافيه قريبه منك. لو انت شخص حابب التربيه الرياضيه، مش رايح عشان مجموعه. وزي ما قلت لك برضو، هي بتدرس تاريخ العلم، فانت لازم تبقى ابديتد. فانت في الاغلب يا اما هتاخد كورسات وانت في الكليه، وده هيزنقك زنقه وحشه يعني، ان انت مثلا لو مش معاك الفلوس بتاعه الكورسات دي، فهتضطر تشتغل، فهتلاقي نفسك مقصر شويه في الكليه. يا اما تستنى بعد ال4 سنين وتاخد الكورسات، وما انصحكش ان انت تعمل كده، تكون عديت 4 سنين ما خدتش فيهم حاجه وما اتعلمتش حاجه كويسه تقدر تشغلك وتبني فيك. فالاحسن ان انت من اول سنه تبقى كل الفلوس اللي بتجيلك بتاخد بيها كورسات، ده هيكون لذيذ قوي. وحاول تظبط الانجليش، عشان الكليه مش هتظبط لك الانجليش. دي من ضمن العيوب برضو بتاعه الكليه، ان الكليه ما فيهاش اي انجليزي غير مصطلحات بسيطه جدا. وده لو دخلت تخصص بيدي المصطلحات دي، يعني انا دخلت تخصص بيدي المصطلحات دي، في ناس تانية ما عندتش على مصطلحات انجليزي اصلا في الكليه. فمضطر ان انت تذاكر بره الحاجات اللي انت بتدرسها جوه بالعربي، تذاكرها بره بالانجليش، وفي نفس الوقت تذاكرها آه يعني في الاخر برضو هنرجع لنقطه الكورسات. الكورسات هي اللي هتوديك للنقطه دي، هي اللي هتعلمك الانجليزي بتاع التخصص بتاعك، بتاع المجال بتاعك. نصايح اخيره، لو انت جايب مجموع متوسط او قليل خش تربيه رياضيه. لو انت جايب مجموع عالي، الاحسن ان انت تخش مثلا حاجه زي علاج طبيعي وتاخد كورسات تخليك تخش تربيه رياضيه، يعني تخليك تبقى راجل في تربيه رياضيه، مش تخش تربيه رياضيه. ولو انت جايب مجموع عالي ويوصلك مثلا ان انت تخش علاج طبيعي، خش علاج طبيعي وخد الكورسات اللي تدخلك في مجال التدريب عادي جدا يعني. مش لازم تخش تدرس تربية رياضية عشان تبقى مدرب، ممكن تبقى مدرب من الكورسات اللي بره عادي. نصيحة برضو، لو الدكاترة مؤذيين وبتاع، انا عن نفسي ال4 سنين دول شفت دكاترة ما كانوش لزاز خالص، بس على قد ما اقدر ما كنتش بحتك بيهم. هو هتلاقيه بيشتم في المجموعة كلها وبيتخانق وبيعمل وبيذنبكم ويقدركم ومش عارف ايه، ما كنتش باخد الموضوع شخصي. كنت بسيبه يعمل اللي هو عايزه، وانا كده كده اصلا مش فارق معايا يعني، هيخصم لي درجات مش عارف ايه. كنت بسيبه ياخد الموضوع زي ما هياخده، وانا ما باخدش الموضوع شخصي، والدنيا عدت يعني. لو انت بتفكر تاخد ماجستير في تربيه رياضيه، يعني ما انصحكش. هتدرس حاجات هي ملهاش اي 60 لازمه في ارض الواقع. هي ورقه وشهاده، هي بس عشان تعلي من مسماك الوظيفي، لكن هل هي هتفيدك في ارض الواقع؟ لو انت فاكر ان هي هتفيدك، ما تضيعش وقتك. معرفش هي ممكن تاخد كام سنه، سنه ولا 2 ولا بتاع، بس انا ما انصحكش ان انت تاخدها. انا عن نفسي ما فكرتش ان انا اخدها. ولو عندي الوقت ده، انا لو فتحت اليوتيوب والله هتعلم في المجال الرياضي، وبالذات في مجال انا كجيمات، اكتر من اللي انا هتعلمه في الماجستير والهبل ده كمعلومات تطبيقيه. لكن الماجستير لذته في ايه بقى؟ ان انت ازاي بتسيرش، ازاي بتدور، ازاي تعمل محتوى وتنظم ومش عارف ايه. وده ليه ناس، انا مش من الناس دي. يعني ما انصحش حد بيدور على النوليدج ان هو يخش الحاجات دي بصراحه. الاحسن ان انت خليك في الطريق اللي انا حكيت لك عليه. بس دي كانت كل حاجه عن التربيه الرياضيه. ولو في اي اسئله انا ما جاوبتلكش عليها، ابعتها لي في الكومنت وانا هرد عليك. بس سلام.